السلام عليكم. اليوم جيت نحكي لكم القصه ديالي انا شخصيا مع الجنون واللي حجرت لي القلب ديالي من ناحيته. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. المهم ندخلوا في القصه. انا اسمي اشرف، عندي 22 سنه، كنسكن في مدينه تطوان. عندي 3 ديال خوتي والوالدين طبعا. انا واعوذ بالله من قولت انا واحد الانسان كيعجبني نسمع اولا نشوف ولا نقرا على شي حاجه ديال الجن، لحقاش كيجيني داكشي عادي وكنقول كيف ما حنا عايشين واحد الحياه غادي يكونوا حتى هما عايشين نفس الحياه. وهذا الشيء هذا راه من الصغر ديالي، هناك فين ما كان شي ظلام ولا شي خربه كيقولوا باللي فيها الجنون. كنت اصغر واحد في الدراري ديال الدرب ديالنا كنصطم معاهم وكنمشي معاهم في اي بلاصه كيظنوا باللي فيها الجنون ولا شافوا فيها الجنون. ومع مرور الوقت ولا داكشي بحال اللي كنقولوا كيجيني عادي ولفتو. وكنا ديما كنتسناو انا ولا دربنا تجي السته ديال العشيه، حقاش ديك السته ديال العشيه هي اللي كيجيو فيها الجنون بزاف، حيت ملي كيقرب المغرب باش كيطيح الظلام النيت باش ندخلوا لواحد مدرسه مهجوره كانت في الحومه ديالنا. كنا ديما كندخلوا مع ديك الوقيته وكندخلوا معنا الشمع والقران والملحه تحسبا زعما الا خرج لنا شي جن نرشوها عليه. المهم كنت كنتمنى شي نهار نتصادف مع شي منظر غريب في ديك المدرسه، مثلا نشوف شي جن ولا طيح شي حاجه، المهم اي حاجه غريبه اللي غتخليني نزيد نامن بداكشي. لكن ما كانش كيحالفني الحظ، كنا غير كندخلوا كنلقاو شي رسومات وشي كتابات غرابين في الحيط وصافي، وكنخرجوا بحال اللي نقولوا فاقدين الامل. لان الصغر اي واحد كانوا كيعجبوه المغامرات. الاكثريه الا كنتي مع ولاد دربكم كل واحد كيبغي يبين زعامته على الاخر، واخا الوالدين كانوا ديما كيخاصموا علينا كيقولوا لنا ما تمشيوش لديك المدرسه، ولكن اللي في راسنا راه في راسنا، ما كاينش اللي يحيدو. المهم ولا داكشي من الهوايات ديالنا. كل نهار كنتلاقاو كنتجمعوا كنمشيو لديك المدرسه، ولكن هاد المره كنا كندخلوا وكنبقاو نعايروا فيهم مع الله يخرجوا زعما كاينات ونقولوا راه كاين تلاقينا شي حاجه، حتى كنسمعوا واحد الصوت ديال الحجره ضرب في الحيط. وحق الله خوتي الا كلشي جمد كلشي تخلع، حسينا بلي داكشي بدا كيكبر علينا. تمينا خارجين بالزربه. انا شخصيا واخا خرجت مخلوع لكن في نفس الوقت فرحان، حيت داكشي اللي بغيتو انا شفتو، بحال نقولوا الامنيه ديالي تحققت. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو خليو معكم واحد اللايك واحد سبسكرايب للقناه، وتسناوني في الجزء الثاني. تهلاو.